بكم مستمعينا الأعزاء على راديو 102 FM. معاكم مروة صالح وخربشة فنية جديدة. ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، وما تزعلوش يا بنات إن قلنا بصراحة إن الجواز عمره ما كان راحة. طبعا عرفنا احنا هنتكلم عن مين؟ عن شخصية صانع الألحان هاني شنودة، مؤسس فرقة المصريين. بدأ هاني شنودة رحلته مع الموسيقى من خلال فرقة القطط الصغيرة، ودي واحدة من أشهر فرق الموسيقى الغربية في الستينات. بعدها أسس فرقة A1. في الوقت ده لحن واحد من ألحانه المشهورة جدا، يلا نقضي أجازة سعيدة، للفنانة صفاء أبو السعود. وكانت الانطلاقة الحقيقية بعد تأسيس فرقة المصريين عام 1977، والفضل بيرجع للأستاذ نجيب محفوظ في تأسيس فرقة المصريين. وده وقت لما الأستاذ نجيب محفوظ كان صحفي في جريدة المصور، وعمل لقاء مع هاني شنودة في فرقة ليبتشاه، ونصحه وقال له ليه ما تقدموش أغاني عربية بدل الغربية. وبيحكي هاني شنودة إن الأستاذ نجيب محفوظ قال له جملة فضلت في ذاكرته، قال له لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، اعمل الأغنية اللي انت شايفها مظبوطة. وأسس هاني شنودة فرقة المصريين، وكان أول ألبوم للفرقة بعنوان بحبك لأ، ومن أشهر أغانيه 8 ديسمبر، وهو ده تاريخ تأسيس الفرقة 8 ديسمبر عام 77. والمعروف إن الفنان هاني شنودة اكتشف العديد من النجوم، منهم الفنان المحبوب محمد منير، ولحن له أجمل أغانيه زي أمانة يا بحر وألبوم بنتولد. وفي حفلة لفرقة المصريين في بورسعيد عرض عمرو دياب نفسه على الملحن هاني شنودة، وأعجب بيه وطلب منه التخلي عن لهجته البورسعيدية والالتحاق بمعهد الموسيقى العربية. الملحن هاني شنودة له تترات شهيرة جدا في السينما المصرية زي فيلم المشبوه والغول والحريف وشمس الزناتي وغريب في بيتي وعصابة حمادة وتوتو. وتم استخدام موسيقى في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العالمية. وأخيرا تعاون مع فريق ليفربول الإنجليزي لاستغلال موسيقى فيلم شمس الزناتي في البرموشن الدعائي الخاص بالنادي. هاني شنودة واحد من الملحنين ذو بصمة مميزة في عالم الموسيقى. استنوني في حلقة جديدة من خربشة فنية على راديو 102 FM. كنت معاكم أنا مروة صالح.